عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. عثمان بن عفان رضي الله عنه إرجم ربي صلى الله عليه وسلم أكن جدا نمني تلشي وضوء إسا ودأته قام إسا كيسا جبون نكل كلاء هنگا جبون كإنسا يوكين كتة إسا جلاباتتي. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث ثوبان نبي محمد الراقب ستي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكن جدا كان وضوء إساتك فجودا له مؤمن قفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. عقبة بن عامر ربي سرها جالت وكنجلة نبي محمد قياتك إساني أمتك السدعبتني هاسه الجرن لكبي إساني أكنجلن لكبي مسلم مكموته كان وضوء إسات الفتي ودأته سنبودك إيرك عالم سلاتو قلبي في فول إسات رك عالم سنتقرق لي سلاتو جنني إساف كنمتم عليه نفتو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أبي هريرة أكنجلة جال لك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إساني أكنجلة لقائي مؤمني هقاك آمي سارة وضوء لقابي قياك ياما ميلقنا في فاي أمني لقابا صلى الله عليه وسلم.